ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة البط وازاي بنحشيه وازاي كمان الرز يكون مستوي ومظبوط فيه. كمان هنعمل له كبد والقوانص بتاعة البطة تطلع جميلة جدا وطعمها خطير. عندي اول حاجة هنا لازم اعمل محلول نقع للبطة. طبعا البطة نضيفة وجاهزة، انا جايباها نضيفة وجاهزة يعني مش محتاجة تنظيف. ببتدي احط بقى مية وملح وليمون، شرايح من الليمون طبعا بتقضي على الزفارة، لو في زفارة للبط بتقضي عليها. بسيبها حوالي كده ساعتين في محلول النقع ده. بعد كده بحط لها برضو شوية دقيق. الدقيق برضو مهم جدا، بيقضي على الزفارة خالص. وبسيبهم حوالي ساعتين. بعد كده بقى بجيب البطة وبعمل فيها تفتيح كده زي ما انتوا شايفين، طبعا علشان هنحشيها. فالرز طبعا لازم يكون مستوي، فلازم نعمل التفتيح ده عشان الرز يستوي من جوه. هبتدي بقى املحها بشوية من الملح والفلفل، بس مش عايزة اكتر من ملح وفلفل. وكمان ممكن نعصر عليها شوية من عصير البصل، حبة عصير بصل صغيرة مش كتير يعني. بملحها كويس طبعا من جوه ومن بره، وعلشان الملح يوصل فيها شوية عصير بصل كده. وبحط لها بس عصير البصل بديلها طعم وريحة حلو. هجهز بقى عندي هنا الحشوة. بصلة متوسطة ومعلقة من السمنة او الزبدة. وطبعا الزبدة بنحطها لها دايما شوية زيت علشان ما تتحرقش. وبعدين بشوح عندي البصلاية لغاية ما تصفر كده. ابتدي احط بقى الكبد والقوانص بتاعة البطة، او ممكن لو ما عنديش كبد وقوانص البطة ممكن نعمل كبد وقوانص بتاعة فراخ. بحط عليهم ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، البهارات العادية اللي بنحطها على الحاجات الحشوات دي سهلة يعني. واي حاجة انتوا بتحبوا طعمها ممكن تضيفوها برضو. ببتدي اتأكد انها استوت. بحط بقى عندي هنا حوالي كوباية كاملة من الرز. طبعا يعني هي الكوباية هتاخد الكمية كلها البطة. بعد كده بحط برضو كوباية من المية وبسيبه يستوي نص تسوية. انا عايزاه يستوي نص تسوية يعني يتشرب المية بتاعته. ويا دوبك بعد ما يتشرب المية بتاعته يكون قعد 5 دقايق تاني على النار. نص تسوية بس مش تسوية كاملة، لانه هيدخل عندي هنا في الحلة وهيبقى فيه مية فهيستوي تاني مع سوى البطة. ببتدي احشي هنا الحشوة دي كلها في البطة. هي اخدت الكوباية كاملة. ودي عندي هنا كان عندي الأنصة ممكن قفلت بيها برضو. انا استخدمت كبد وقوانص الفراخ يعني، هنا ما استخدمتش البطة. برضو بتاع البطة بياخد وقت شوية، فانا استخدمت هنا الكبد والقوانص بتاعت الفراخ وقفلتها بالأنصة بتاعت البطة. بعد كده بقى بقفلها بالعصايات الخلة بالشكل ده. بضيف بقى اضافات سهلة وبسيطة ومش كتير. هي عبارة عن ورق لورا وبصلاية متوسطة وملح وفلفل. وبزود بقى عندي هنا المية. انا حطيت البطة الاول في الحلة علشان وانا بشيلها الرز ما يطلعش منها. بعد كده بحطها بقى على النار تستوي. لو هي عملت شوية ريم او كده ممكن نشيله اثناء السوى. عندي هنا البطة اخدت لها حوالي ساعة وربع. هي بطة طبعا مش كبيرة، مش كبيرة في السن يعني، لكن هي حجمها حوالي 2 كيلو 800 يعني، متوسطة يعني. وهي متنضفة يعني 2 كيلو و800 وهي متنضفة. بعد كده بقى عندي بسيبها لغاية بشيلها وبسيبها لغاية ما تبرد. عايزة اقول لكم انها مستوية وجميلة اهي، شايفينها طرية خالص. ببتدي بقى احمرها. بلاش ان احنا نحمرها في الفرن. الفرن ساعات بينشف عندنا البط ويبقى مش حلو. ولا احطها برضو ولما اجي اسخنها ما اسيبهاش مدة طويلة في الميكروويف. عندي هنا حاولت احمرها طبعا في طاسة تيفال او صينية تيفال، طلع جميلة خالص. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير، وياريت تشرفوني
على صفحة كوكينج ويز هايدي، وبحب تعليقاتكم ورأيكم في الحاجات اللي انا بعملها. باي باي.